مهرجانات اليومين دول والافلام كلها مشاهد شبحانه، خاصه المهرجانات. مفيش اغنيه الا فيها هسحب سلاحي وعلى اقسامي وهدي واغز واعمل واسوي. الموضوع ده غزة عند الشباب ان الموضوع سهل، بقى كل شاب من دول سنه تقريبا بتاع 16 17 سنه ماشي وسلاح في جيبه، حاطط في دماغه ان اي حد هيدوس له على طرف او حتى يفكر يدوس له على طرف هيكشف له طوال، متوقع ان النتيجه عاديه. لا يا اخويا، النتيجه خرا على دماغك ودماغ اللي زيك، ولازم الاعلام وكل صفحات السوشيال ميديا تتكلم عن النتيجه اللي هيشوفوها، ما تفكرش الدنيا سايبه يا اخويا. الفيديو اللي معانا النهارده هو فيديو لمحمد الباز الشبراوي من منة النصر بالدهليه، واحد شبح من اشباح اليومين دول ماشي والسلاح في جيبه، بسبب مشكله بسيطه او شجار بسيط جدا تم ما بينهم، الشبح طلع السلاح وخلص على محمد. جرايه يا جدعان، في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ ما هو معلش انا واحد من الناس لو شفت قدامي حد عمل كده والنتيجه اخره سنه سنتين، ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله؟ ما انا ادوس وسنه سنتين وارجع تاني شاب زي الورد، حياته انتهت. ويقال كمان ان كان فرحه بعد اسبوعين، يعني حاجه منتهى الحزن اللي في الدنيا. الشباب وصلوا لدرجه يا جدعان مفيش بعد كده، كل شاب ما عندوش اي ذره وعي ماشي وسلاح في جيبه، وحته محامي عقر الموضوع خلص. ايه الكلام الفاضي ده؟ وايه اللي احنا وصلنا له ده؟ اللي يعمل حاجه زي كده المفروض يتحاسب اشد حساب علشان ما يكررش الموضوع ده تاني. الموضوع بقى شبه يوميا يا جماعه، شبه يوميا. لازم نفوق شويه ونوعي الناس شويه ونحاسب اللي يغلط حساب يقوم من نار علشان الموضوع ده ما يتكررش. والشرطه وكمان الشرطه، اي حد يشوف شاب في جيبه سلاح يتعامل معاه بمنتهى القسوه ويتحاكم على كده، لان الموضوع مش سهل. الدنيا خلاص بتبوظ مننا.